الاستاذ عايز حضرتك. شكرا. خير يا نديم؟ أنا جيت لك النهارده عشان قررت أبطل أكرهك يا رغم. والله. بطلت تكرهني؟ وانا المفروض بقى ازعل انك اول مره بتقول لي في وشي انك بتكرهني، ولا افرح عشان هتبطل تكرهني؟ أنا عرفت من موسى أنت رجعت ليه؟ قلت لي. يعني انت قررت انك تبطل تكرهني لما عرفت من موسى ان انا خلاص هموت. طب افرض ان انا كنت بضحك عليكم وان انا سليم ومش هموت، هتعمل ايه ساعتها؟ هترجع تكرهني تاني ولا؟ لا، أنا حاسس إنك هتموت. وادعي ربنا إنك تطلع عيان فعلا. لا حول ولا قوة الا بالله. اللي عندي ملوش علاج وهترتاح مني قريب. لو أنا عايز أخلص منك كنت سلمتك للناس اللي من ساعة ما رجعت وهم عايزين ياخدوا روحك قبل الكانسر. عادي، هتيجي من هنا هتيجي من هناك، هي موتة مش فارقة. لا فارقة يا راغب. لو عايز تموت وسطنا فعلا يبقى تموت في هدوء من غير ما تلطنا في مشاكلك وحواراتك. ما تقلقش يا اخويا، ما تقلقش، انا مش جاي في اذى. بعدين ايه الفندق الزبالة اللي انت عايش فيه ده؟ وديت فين فلوسك اللي خدتها قبل ما تسافر؟ خسرتها، خسرتها كلها بالكامل يا نديم، وقاعد في الفندق الزبالة ده بالعافية. وما تقلقش، مش عايز منكم حاجة. لا ما تقلقش انت، حتى لو عايز مش هتاخد حاجة عشان فلوس نديم وموسى الراعي لنديم وموسى الراعي. وبعدين هتعمل ايه بالفلوس؟ هنبقى نوزعها على روحك رحمة ونور. موت انت ما تشغلش بالك.